يشتكي المواطنون في شاطئ بوزنيقة من سلطوية أصحاب المظلات الشمسية الذين أصبحوا يحتلون رمال الشاطئ بشمسيتهم، إذ عبر المصطفون للشاطئ من غلاء سعر كراء المظلات، فضلا عن إرغامهم على الكراء أو عدم وضع شمسيتهم الخاصة. روبورتاج في الموضوع لشرف الدين سريعي وجواد أيجا. حرارة هذا الصيف تتطلب من المواطنين شمسيات لحماية نفسهم من أشعة الشمس الحارقة بين رمال الشواطئ، لكن كراء المظلات أصبح موضوع الساعة عند المصطفين هنا بشاطئ بوزنيقة، لما يعرفه سعر كراء المظلات من ارتفاع، فضلا عن إلزامهم كراءها رغما عنهم. بالنسبه للثمن ديال لي باراسول والكراسه ودوك لي بوفي اللي كيجلسوا عليهم وتيتكاو عليهم، طلع الثمن ديالهم على الاعوام اللي دازت. ربما ما عرفتش هادشي علاش راجع، خاصهم يحاربوا هاد السماسره اللي كيتلاعبوا بهادشي ديال الباراسول وهادشي. بعض الخطرات كانه واحد كيبز عليك الباراسول كيبز عليك الكرسات بحال تولى البحر ديالو هو ماشي ديال الدوله. معلومات رد عنها أصحاب المظلات الشمسية بأنها غير موجودة، مفسرين أن الأمر يتعلق بأسر محدودة الدخل ولا يرغمون أحدا على أخذ المظلات رغما عنهم، بل يساعدونه ويتفقون معه على سعر في المتناول. كاينش داكشي بغيتي تمشي الرمله ما تاخذ الباراسول لا تمشي، ما كاين حتى مشكل. ما عمرني زعما كان عشت هذا المشكل هذا، وكيبقاو فيا انا مساكن. واخا تعطي 400 500 درهم ديزل في مرة ناس فقراء. دابا خدنا جوج هذاك الكراسه تقريبا 4 الكراسه باراسول 100 درهم. حساب البلاصه فين كتريح، مثلا الا ريحتي في القصبه كاين 30 درهم، الا ريحتي هنا 20، يعني نفس الثمن كان العام اللي فات والعام اللي موراه. حاولنا أخذ رأي جماعة بوزنيقة حول هذا الأمر، ما إن كان لهم دور مباشر لتوقيف هذه العشوائية من عدمها، لكن دون مجيب. ويبقى المهم في الأمر هو مرور الموسم الصيفي في بوزنيقة دون مشاكل، حرصا على راحة المصطفين.